معلومة قانونية: الفرق بين البراءة والإفراج. أخواني الأعزاء، تحية طيبة للجميع. الكثير من الناس لا يميز بين البراءة والإفراج. الإفراج قرار، البراءة حكم. الإفراج قرار يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع، بينما البراءة حكم يصدر من محكمة الموضوع فقط ولا يصدر من قاضي التحقيق. قرار الإفراج يكون لعدم كفاية الأدلة مثلا، ولا يحول دون إعادة إجراءات التحقيق، بمعنى أن المشتكي إذا تحصل على أدلة أخرى بإمكانه تقديم هذه الأدلة وبالتالي إعادة التحقيق. بينما الحكم بالبراءة لعدم ارتكاب المتهم الجريمة، أي يكون بعيد عن ارتكاب الجريمة، أو عدم وجود عنصر جزائي أو عنصر عقابي، بمعنى لا يمكن إعادة التحقيق مرة أخرى. هذا كل ما يخص أو أهم ما يميز البراءة عن الإفراج. دمتم بخير.